ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد من غير كلام كتير، يلا بينا نخش على الفلتر عشان نشرح الفلتر ده بالتفصيل وازاي عملناه. عندك هنا انا عملت الاكسبوجر -42/100. تمام، حاجة بسيطة خالص يعني. وعندك الكونتراست 46 والهايلايتس -40. وهنا انا قللت الهايلايتس عشان الصورة بطبعها غامقة، فانا عايز الاماكن المضيئة اوي تكون معتدلة، مش غامقة أوي. وعندك هنا الشادو 100 والوايت -47 والبلاك -15. لو ما بتعرفش تعمل الكلام ده كله، ممكن هسيب لك رابط تحت الفيديو هتحمل منه فلتر. الفلتر ده هتدخله على هتضيفه زي اي صورة على لايت روم، وهيظهر لك كل الاعدادات دي بالصورة بكل حاجة، تقدر انت تجرب فيها وتقدر تتعلم فيها. بس انا برجح ان انت تعمل فلتر لوحدك الاول، تتفرج على الفيديو وتعمل فلتر في نفس الوقت، عشان تقدر ان انت تتعلم بسرعة. لو ما امكنش كده، ممكن تحمل فلتر بعد ما الفيديو يخلص، واشرح لك شوية حاجات كده، وتاخد الباسورد بتاع الفلتر وتحمله. وعندك البلاك -15. وهنا انا ما عملتش اي كيرفات. تمام، الصورة مش محتاجة كيرفات. في فلاتر تانية بتبقى محتاجة كيرفات جدا، ولو متعملش الكيرف تبوظ. فعايز اعرفك امتى هيتعمل كيرفات وامتى لا. تمام. وهنا عندك انا رحت دلوقتي على الكولر، والقرار ده بيبقى اهم حاجة في الصورة تقريبا، هو اللي بيقلب الصورة من كده لكده. وطبعا الاضاءات والحاجات دي كلها، الهايلايت والحاجات دي كلها بتبدأ ان هي تظبط الصورة وتخليها مؤهلة للون اللي انت شايفه قدامك. لكن من غير مثلا لو رفعت ده كده الصورة هتبوظ. فكل حاجة لها أهمية يعني. انا عايز اقولك بس التأثير اللي انت بتشوفه الجامد اوي ده في الالوان هو في الكولر. التمب عندك هنا 14، والتنت -6، والفايبرنس 34، والساتوريشن -23. تروح هنا عند الميكس، وانا هوريك الميكس بسرعة الالوان والدنيا دي، عشان ما تزهقش من الفيديو وعشان الفيديو ما نطولش برضه. بس هيبقى في فيديوهات قدام شوية، اللي هو بعد تالت او رابع فيديو ينزل على القناة، هيبقى في فيديوهات هشرح لك فيها الالوان ديت وازاي تستخدمها وازاي تغير اللون للون اللي انت عايزه من غير ما تتفرج على الفيديوهات والكلام ده كله. تمام، ده اللون البرتقاني والاصفر، وده اللون الاخضر، وده اللون اللي هو السماوي. اللونين دول اصلا هما بنستخدمهم لما بيكون في سما. تمام، او اللون الازرق في الصورة عامة يعني. واخر لونين ده وده. تعالى بقى نروح على الكولر جريدنج. وانا هنا عملت تأثير بسيط بس في الشادو، عملت الهيو 51، وستريشن عملته 14. تمام. لو انت بقى ما بتعرفش ان انت تستخدم الكورة دي، تمام، انت ممكن تضغط كده وتعمل الهيو من هنا والساتوريشن من هنا، مفيش اي مشكلة. تمام. تعال نروح بقى على الهايلايت. هنا انا عندي عملت الهيو 165 والساتوريشن 35. برضو نفس الكلام، لو ما بتعرفش تستخدم الكرة ديت في التحرك وكده وصعبة بالنسبة لك، انت ممكن تضغط على السهم ده وتظبطها، هتلاقيها بتظبط لوحدها فوق. تمام. تمام. تعالى بقى نروح على الافكت. تمام، وانا عملت هنا اول واحد عملته 33، وكلارتي عملتها 81، وديز عملته 13. دي عملتها -8. بس لو انت مش حابب تعملها، هي بص تأثيرها ان هي بتغمق الصورة او بتفتحها من الحواف كده، على حسب ما انت عايز يعني. لو عايز تعملها تمام، مش عايز، مش حابب مثلا، عايز الصورة تكون كده، براحتك، مفيش اي مشكلة. وبس كده. الباسورد بقى 3399. تمام، هتنزل على الرابط اللي تحت في الفيديو، وهتكتب 3399 وبس كده، وهتحمل الفلتر بقى. لو الفيديو ده عجبك متنساش اللايك وسبسكرايب ودعمني في الفيديوهات اللي بنزلها عشان اكمل، عشان ابقى لي فترة واقف بسبب ان انا محبط ممكن، او ما لقيتش تفاعل زي الاول كان التفاعل عالي جدا وكنت بجيب فيوهات كتير. بس حاليا تقريبا الناس ما عادش حابه المحتوى او حاجه زي كده. بس انا مكمل يعني. لايك مش هياخد منك ثانيه او اقل من ثانيه،
بس هيدعمني انا، وهبقى عارف ان انت حابب ان انا انزل الفيديوهات دي وانت تسمعها. لكن انا لو لما بحس ان انا ما فيش حد عايز يسمعني، او مش عايز، ما فيش حد عايز يتفرج على الفيديوهات، فالطبيعي مش هنزل يعني، زي اي انسان طبيعي. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.